من هو اللي شبه الله بالكلب وقال عنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ هذا رجل من بني إسرائيل كان اسمه بلعام بن بعورة، أعطاه الله العلم وأتاه الله اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجيب وإذا دعي به أعطاه. وكان يقال أنه يتعلم هالعلم عشان الناس يمدحونه ويقولون ترى هذا عالم وهذا عابد وزاد، فكان يجي بخاطره مدح الناس له وكان يحب هذا الشيء، وأعطاه الله كل شيء وأتاه الاسم الأعظم، فكانت دعوته مستجابة وكان كل شيء يدعوه يتممها الله له، وكانوا الناس يمدحونه وكان مبسوط من هذا الشيء مرة. موسى وقومه جاءهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وكانوا متوجهين إلى البلدة اللي كان فيها بلعام بن بعورة، فجوا أهل هالقرية هذه وأهل البلدة قالوا يا بلعام ادع على موسى وقومه يفكنا الله شرهم لأنهم بيجون يقتلوننا ويطلعونا من ديارنا وكذا وإلى آخره، وأنت دعوتك مستجابة. قال أدعو على نبي الله مع المؤمنين ومع الملائكة، أنتم صادقين؟ لا والله ماني بداعي. فكانوا يقنعون أنه يدعي على موسى، فأعطوه المال وأعطوه المنصب وأعطوه الجاه، أعطوه كل شيء لين اقتنع أنه يدعي على موسى واللي معه. قال لهم تعالوا خلنا نطلع الجبل وندعي سوا على موسى واللي معه. فيوم طلعوا الجبل كل ما جاب يدعي على موسى أخلف الله لسانه وصار يدعي على قومه، وكل ما جاب يدعي لقومه بخير يخلف الله لسانه ويدعي بالخير القوم موسى. قالوا اللي معه يا بلعام تدري انت ايش قاعد تسوي؟ انت تدعي لهم بالخير وتدعي علينا بالشر. قال بلعام هذا شيء قد غلب الله عليه، فاندلع لسانه على صدره، يقال لسانه صار مثل لسان الكلب. لقد ذهبت مني الدنيا والآخرة وبقي لي المكر والحيلة. هذا شيء ما أقدر أتحكم فيه، أدعي لكم ينقلب الدعاء لهم، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. أنا عرفت أنا خسرت الدنيا وخسرت الآخرة، دام إني خسرت الدنيا والآخرة بقي لي المكر والحيلة. طبعا هم أعطوها المال وأعطوها الجاه، كل أهدافها الدنيوية قد تحققت له. أمروا نساءكم فليتجملن وليتزينن وليأخذن السلع فليتوجهوا إلى جنود موسى ولا يمتنعن عن أي رجل يريدهن. جمعوا حريمكم خلهم يتزينون وتعطرون يأخذون سلع على أنهم يروحون يبيعون، وإذا وقع واحد من جنود موسى على وحدة من النساء وزنى فيها فكفيتموهم الأمر. لو واحد من الجند يقع على أي مرأة انتهى الأمر، ما راح يفلحون أبد. وفعلا فتن رجل من رجال موسى بمرأة كانت جميلة جدا جدا إلى أبعد حد، إلى درجة أنها أخذها وراح فيها إلى موسى. قال يا موسى إني أعلم أنك ستقول أنها لا تحل لك وأنها حرام عليك. قال موسى إيه حرام عليك أجل حلال؟ قال والله لا يمنعني عنها أحد أبد. ووقعوا بني إسرائيل بهالفتنة وأصابهم الطاعون إلى درجة أنه قتل 70,000 رجل منهم. فانتشر الطاعون ببني إسرائيل، وكان فيه رجل اسمه فنحاص بن العيزار، كان واحد من أصحاب موسى عليه السلام. يوم درى عنها خبر جاء القوم موسى وقال من أول من فعل هالفعلة؟ قالوا فلان. فكانت معه حربة كانت كلها من حديد، فتوجه له فنحاص بن العيزار بحربة هذه وقد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، فقتله في الحربة وقال اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك، ورفع الطاعون عن بني إسرائيل. المهم بلعام بن بعورة بعد ما كان عابد وزاهد وأعطاه الله كل شيء وأتاه الله العلم وأتاه الله اسمه الأعظم، انسلخ من هذه الأمور وتوجه الأمور الدنيا وباع آخرته من أجل دنياه وهلك، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم وأعطاه العبادة وأتاه الله الاسم الأعظم، لكنه ما نفع لأن النية بالأصل ما كانت لوجه الله. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي واتلوا عليهم، اتلوا على اللي حولك اللي عندك، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تغير الانسلاخ يجي لما تغير الشيء من جلد الجلد، تغير من كان بعد ما كان عابد إلى شخص كافر يعصي الله ويلهث ورا الدنيا وأمور الدنيا، ما يبغى الآخرة أبد. فأتبعه الشيطان فكان من الغوين، فتبع الشيطان وغوى بفعله. ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه بالعلم اللي أعطيناه والأمور هذه، ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض يعني رجع للدنيا وحب الدنيا واتبع هواه، وهواه كان أمور الدنيا والجاه وكلام الناس والمال وما إلى ذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو مثله مثل الكلب، سواء أنت أعطيته العلم فهو راح يلهث ورا الدنيا، ما أعطيته العلم راح يلهث ورا الدنيا، هذه نيته واحدة ما راح تتغير أبد. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قل لهم يا محمد هذه القصص لعلهم يتفكرون يعرفون أن الآخرة أهم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. تفسير هذه الآيات كان من تفسير البغوي. يعطيكم العافية.